السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء ولي حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أول مشكلة معانا من عضو بيقول من سنتين عملت لمراتي توكيل عام عشان تخلص إجراءات ترخيص البنا وعشان أنا مسافر بره، وفوجئت إنها عملت كل شيء باسمها والمرافق وكل حاجة، وأكتر من واحد كلموني إن فلان بيدخل بيتي كتير، فلما سألتها عن دخول فلان ده قالت أيوة عادي بيقضي لي مصالح، ولما قلت لها ما يدخلش بيتي قالت مالكش بيوت وكل حاجة ملكي. الكلام ده من أسبوع والضغط والسكر ارتفعوا عندي جامد ولا عارف أركز في الشغل. طبعا لو نزلت يبقى شغل ضاع وصعب تجيني فرصة سفر زي دي. انصحوني اعمل ايه؟ انت عامة في مصيبة وكارثة. تمام. اول حاجة انت بالنسبة اللي انت الراجل بتقول اللي هو بيخش بيتك دوت، فما اقدرش اقول لك انه بيعمل ايه يعني. الله اعلم. الحاجة دي صعبة وده قصف محصنات. عشان برضه انا قريت في الكومنتات ناس بتقول لك انها على علاقة بيا. انا ما ينفعش اقول كده يا جماعة. الحاجة دي عشان انت تقولها لازم تكون شفتها بعينك وفي شهود كشرع عشان تثبتها شرعا، في موضوع صعب جدا. فاحنا رجاء لاخواتي اللي بيعلقوا في الكومنتات الموضوع ده غلط. ما ينفعش يا جماعه، احنا ما شفناش حاجه، وحضرتك عشان ما ينفعش تتكلم حاجه زي كده الا لما تكون متاكد مليون في الميه ان ده بيحصل. فدي اول نقطه. تاني نقطه، انت عامه صعب جدا يعني تدير الموضوع طول ما انت من بره مصر. يعني ده صعب الا لو بقى لو مثلا عندك اخ، حد قريبك يقدر يتصرف في الموضوع ده وتقدر يحل معاه الموضوع. تمام، يبقى تمام. اول حل يعني الجأ لاهلها. يعني مثلا شوف اهلها، شوف كبيرها فين. هي كده هي قصه باينه ان هي نصبت عليك وهي مش عاوزاك وخلاص بقى. ايا كان بقى السبب، مش هقول لك على علاقه ولا مش علاقه، لا انا مش هتدخل في حاجات انا ما اعرفهاش وحاجات غيبيات. بس هي اللي انت بتقول دلوقتي هي الست مش كويسه، فبالتالي هي خدت شقه عمرك سرقته. فانت دلوقتي قدامك حل من حلين: تتغاشم وتتصرف بتصرفات غلط في حقك كله هيضيع، لا انت حاول تهدى وحاول ترجع حقك. وزي ما بقول اخذ الحق صرعه. تمام. انه في الاول في الاخر يعني انا اسف في اللفظ الكل لحم المغفلين. انت حضرتك ما تطلع عملت لها توكيل. تمام. برضو في نقطه برضو غلط. يعني التوكيل دلوقتي يعني مثلا التوكيل دلوقتي محدد انت عامل توكيل ليه. يعني انت اصلا انت عشان تعمل حاجه زي كده يبقى انت عملتها توكيل عام ليك. فدي يا جماعه ده لو اخوك ما تعملهالوش، مش مراتك، اخوك ما تعملش حاجه زي كده، ما تعملوش توكيل عام. انت اساسا يعني بجهلك بالقانون وقعت نفسك في مصيبه. تمام. دي نقطه. فانا يعني بحاول بوجه رساله لكل اللي سامعين يا جماعه. لو مثلا محتاج حد مصلحه منه ان هو محتاجه توكيل، اعمل له التوكيل محدد. يعني انا بعمل التوكيل محدد بالحاجه اللي انا اللي عايز فلان يعملها لي. تمام. ما اعملش توكيل عام. موضوع التوكيل العام دوت انا لو اخويا ما عملهوش ما تضمنش الدنيا فيها ايه. تمام. واهم يعني اهم خطوه دلوقتي تتجه لها ان انت تشوف محامي. حتى لو مش هتقدر تنزل مصر في الوقت الحالي، حاول تشوف محامي كويس، تتواصل معاه وتعرفه القصه من اولها لاخرها وتفهمه على كل حاجه، وهو يقدر يفيدك. يعني هو يقدر يفيدك كويس جدا في الشق القانوني. وهتشوف مثلا لو معاك اي اثباتات تثبت ملكيتك الاصليه والاساسيه والاصيله لحقوقك والطريقه اللي مراتك استولت بيها على حقك، برضه هتقدمها له وهيقدر يفيدك. تمام. فدوت بالنسبه يعني الخطوات اللي انت ممكن تستخدمها للحل. تمام. بس انا نصيحتي يعني حاول انت الموضوع دوت تخرج منه باقل الخسائر. زي ما قلت لك هي نصبايه وتمت عليك. ف يعني كفايه اللي انت خسرت. يعني حاول ان انت مثلا لو لقيت الموضوع ده هيجرك لمشاكل اكتر وهيجرك لخساره اكتر. تمام. وكده فانت لا يعني يبقى انت بناقصه. تمام. وبرضه ما بقولكش مش معنى كلام اخوك ان انت تسيب حقك. لما تسيبش حقك ان مفيش حق بيضيع طول ما وراه مطالب بيه، وده حقك ما تسيبوش، حقك ما تسيبوش. بس انا بتكلم ان انت يعني امشي بالاصول وامشي بالقانون لحد ما تقدر. يعني حاول ان انت مثلا ايه يعني يبقى ماشي موضوع مظبوط. حاول تحل الموضوع مظبوط. يعني مش عايزك تتهور في الموضوع مثلا ايه حد يقول لك موضوع طار معاك مثلا تخالف القانون او حاجه. لا يعني انت حاول الموضوع تمام تاخده ايه شويه شويه وحقك هتجيبه ما تقلقش يعني. بس ايه واحده واحده. والقصه دي يعني اتمنى انها تكون عبره لناس كتير قوي يا جماعه.
موضوع التوكيلات والموضوع دوت خلي بالكم الدنيا مش مضمونه، مش بشككك في حد ولا اي حاجه، ولا والخير موجود في امتي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكل حاجه. بس برضه يعني ممكن يكون هي، يعني ممكن مراتك دي اصلا مش في نيتها كده، يعني مش في نيتها اصلا انها تاخد الحاجه دي منك، بس ان انت سهلت لها الموضوع جدا. فاحنا بشر في الاول وفي الاخر، يعني النفس اماره بالسوء، فدي نقطه لازم نتعلم منها، يعني لازم درس. فما تسهلوش على اللي قدامكم انه يخدعكم. تمام. اتمنى ان احنا ناخد عبره من المشكله دي، وان احنا موضوع التوكيل ده احنا حكينا فيه وموضوع مهم جدا، وباذن الله باذن الله خير، وربنا يرجع لك حقك، وربنا يساعدك ويعينك على ان انت ترجع حقك ويصلح حالك. تاني مشكلة معانا بتقول جوزي يا جماعة هو اللي بيجيب الطلبات والأكل كل يوم ويوم، أقول له أنا عاوز آكل كذا يقول لي لأ، أنا اللي بصرف أنا اللي بجيب، واللي أقول لك عليه اعمليه. ساعات بيخليني أعمل أكل مش بحبه وهو بيكون عارف إني مش بحبه، ما كلتش طول اليوم ولا بيعبرني. المهم اشتكيت لأخوه، أخوه قال لي إنه مش غلطان، هو مش مقصر في حاجة، هو بيجيب الأكل مش عاجبك أنت حرة ما تاكليش. وجوزي قال لي قدامه تطفحي، وقال لي عنك ما طفحت. انا اهم حاجه عندي محدش يقول اني مجوعك ودي عيشتي، وان كان عاجبك وانا مخنوقه قوي يا جماعه ومعايا بنوته. انا بقالي سنه وكام شهر متجوزه ومشيت لاهلي مرتين بسبب كده ومفيش فايده، اعمل ايه؟ اول حل معاكي ان انت لازم تقعدي مع جوزك، تحاولي تفهمي إيه وتعرفي منه هو ليه بيعمل كده، يعني ايه السبب اللي يخليه يعمل معاكي حاجه زي كده. عارفه منه السبب، قول لي انت بتعمل معايا كده ليه؟ انت مثلا مش عاوزني في حياتك، قول لي لا انت بتعمل كده مثلا عايزني اتعود على طبعك، برضو فهمني عايزني مثلا ايه اكل اللي بتاكله، برضو كل الكلام دوت عادي، بس انا ابقى فاهمه انت ليه بتعمل معايا كده. تمام. فانت لو عرفت السبب صدقني يعني هيبقى ايجاد الحل سهل. دي اول نقطه. تاني نقطه، يعني ده اللي انا شايفه صح، الحل اللي انا شايفه صح واحسن حل. هي الموضوع مش مستاهل، يعني انا شايف ان القصه مش مستاهله. اولا دي كلها نعم ربنا، وياما ناس كتير كان يعني بياكلوا حاجه وصبحوا ما بقوش يحبوها وما بقوش لهم تقول عليها وبيحبوا حاجه تانية. فمعلش يعني التغيير مش وحش، يعني حاولي ان انت تاكلي اللي هو بيجيبه. ايه المشكله يعني؟ انا يعني في الاول وفي الاخر انا عارف دي نفسه وكل واحد ونفسه. تمام. بس برضه في الاول وفي الاخر دي كلها دي نعم ربنا، يعني انت ما تعمليش مشكله من موضوع ان شايفه ان هو بسيط. تمام. فانت حاولي يعني تعالي على نفسك، مره في مره في مره مع التعود والاستمرار هتلاقي نفسك الحاجه دي بتحبيها عادي وبتاكليها عادي. تمام. فدي من النقطه دي. برضه في حاجه نفسي برضه اوصلها لحضرتك، يعني حاولي على قد ما تقدري مهما حصل ما تسيبيش بيتك يا جماعه، بالله عليكم اي مشكله من الراجل والست ده طبيعي، يعني سبحان الله دي سنة الحياة، لازم في اختلاف، لازم ده يحصل، بس ما نوصلش الاختلاف ان احنا نسيب يعني الست تسيب بيتها. تمام. يعني انت لما تكوني سبت بيتك عشان خاطر ايه مثلا؟ عشان خاطر موضوع زي دوت، يعني هو صدقني قدام هو معاك، انا معاك ان هو مأزمك نفسيا وتعبك. تمام. بس صدقني يعني في ناس عندها مشاكل اكتر من كده بكتير بكتير بكتير، يعني الحاجه دي هينه. فمعلش انت لو جيت على نفسك كلها نعم ربنا وكل الاكل دوت ويعني ماشي الدنيا ما فيهاش. طول ما الراجل انت بتقولي بيجيب، انت عارفه الراجل انت حضرتك بتقولي لا الراجل ما بيصرفش وما بيعملش، اقول لك ماشي دي قصه تاني. الراجل مجوعك قصه تاني، الراجل مش مجوعك. هو معلش هو هل بيجيب حاجه زياده عنك؟ دي نقطه مهمه. يعني هو مثلا دلوقتي جاب الاكل، بيجيب لك انت حاجه هو حاجه، ولا لا اللي بتاكل اللي بياكل منه عايزك تاكل منه. فدي ما حدش يقدر يقول له غلط، يعني مثلا ايا كان وايا كان هو ايه قصده من اللي بيعمله دوت، محدش يقدر يقول له غلط. فهي في القصه في الاول وفي الاخر انت هو عايزك تاكلي من اللي بياكل، فما حدش يقدر يغلط. فانت الموضوع بسيط وحاولي تعيشي، وانت لسه بدري يعني برضو سنه ولسه مستجده في الجواز، فواحده واحده يعني الموضوع هيجي معاكي بسهوله. انت بس ما تحطيش حاجز نفسي في القصه، تلاقي القصه بسيطه جدا يعني ما فيهاش اي حاجه، وربنا يديم لك اللي في الخير ويسهلك حالك يا رب.